اتصدمت صدمة عمري في محضر الطعام ده. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات لما كنت عامله لكم بيه ريفيو، اني هقول لكم على شويه ملاحظات وشويه عيوب انا اكتشفتها في المحضر ده. طبعا الشركه دي محترمه جدا وانا بحترمها وبحب اشتري كل حاجه منها علشان صيانتها متوفره، والتعامل معاهم حلو وسهل في الصيانه. بس انا ليا تحفظ على المنتج اللي وصلني. بصوا بقى يا جماعة، طبعا ده محضر طعام، بيكون مكون من الموتور بتاعه والمطحنة بتاعة التوابل اللي انتوا شايفينها دلوقتي، والخلاط والكبة. اول حاجة انا ليا تحفظ عليها هي المطحنة دي. زي ما انتوا شايفين كده، لازم طبعا يعني القفلة بتاعتها والفتحة تقيلة جدا، طبعا لازم يكون كده في سهولة في التعامل مع الحاجات الكهربائية بالذات. المطحنة بتدخل كده في الكبة، في الموتور بصعوبة جدا، تقيلة، كل حاجة فيها تقيلة. غير اني لاحظت ان فتحتها شمال، يعني كل حاجة في المحاضر ده بيفتح شمال، مش بيفتح بنفس الاتجاه اللي احنا متعودنا عليه في المنتجات التانية. الحاجة اللي بعد كده الغطا بتاع الشفشة. زي ما انتم شايفين كده بيعدي من الناحيتين، يعني مش يعني المعتاد عليه ان احنا بنقفل كده الشفشق، بيبقى ليه قفله كده علشان خاطر لو اتهز مننا ولا حاجه الغطا ما يتنطرش. لا، ده الغطا ممكن يتخلع بكل سهوله. بيعدي كده من الناحيتين من المكان ده. فاهم يعني فاكرين انتوا الشفاشق بتاعت رمضان وكده لما بيبقى فيها فتحه علشان خاطر نصب منها الطماطم او العصير او كده، هو الغطا نفس الكلام كده. آه، بس الدنيا ماشية يعني مفيش اي مشكلة. ولكن الكارثة الكبيرة في الخلاط نفسه، مش عاوز يخش مكانه. طبعا انتوا عارفين دلوقتي اي حاجة كهربائية لازم يكون لها تكة امان، كامان ليها، عشان لو جه جنبها اي طفل او انت شغلتيها وانت مش واخدة بالك الحاجة ما تشتغلش وتبهدلك الدنيا. طيب تكة الأمان دي ما بتشتغلش هنا، يعني الخلاط مش عاوز يخش مكانه ويخش في المجرى بتاعة تكة الأمان. أنا هجرب كل حاجة معاكم علشان برضو تشوفوا معايا وتخلوا بالكم لو انتوا هتشتروا سواء المنتج ده أو سواء أي منتج تاني. بس أهم حاجة تبقي موجودة وانت وهم بيفتحوا الكرتونة وبيسلموكي الحاجة، يعني ما تاخديش الكرتونة مقفولة وتمشي، لازم تستلمي الحاجة. شايفين انا بدخل الخلاط بصعوبة، يعني بكل قوتي شديت الشفشة كده عشان يخش ايه مكان التكة بتاعة الامان، عشان هو لو ما دخلش في المكان ده الخلاط اصلا مش هيشتغل. بس الفكرة هنا ان الخلاط دايما بيكون فيه سوائل، بيكون فيه طماطم، بيكون فيه عصير، بيكون فيه يعني حاجات سايلة. فازاي انا هتعامل مع الخلاط او اي حد ممكن يتعامل مع الخلاط وهو تقيل قوي بالشكل ده؟ طب يعني انا وانا بركبه ركبته بكل صعوبة. طب لما نيجي بقى نخلعه علشان خاطر نشيله بقى، ناخد بقى الحاجات اللي فيه، طب هيتفتح ازاي؟ مش راضي يتفتح زي ما انتم شايفين كده، تقيل جدا جدا. يعني هو يعني دخلت الخلاط غصب ومش عاوز يخرج برضو، لو هيخرج غصب شايفين عمل ازاي. فطبعا وانا بشيله وهو يعني اتنطر شوية، لو في اي سوائل فالغطا هياخد الحاجة اللي جوه والدنيا هتتبهدل. فطبعا انت عشان تدفعي مبلغ وقدره المبلغ بتاعه 3000 ونص، فعشان ندفع مبلغ وقدره فلازم تراجع على حاجتك قبل ما تمشي من المكان. ممكن يكون في عيب هم مش واخدين بالهم، فانت راجع على حاجتك علشان خاطر لو فيها مشكلة لا هم هيغيروها لك ويدوكي حاجة تكون ما فيهاش مشكلة وخالية من العيوب. زي ما انتم شايفين كده المشكلة بتاعة الخلاط مشكلة كبيرة، يعني عايزة قوة عشان تركبي الخلاط وتشيليه، وفي نفس الوقت مش امان علشان الحاجة اللي جواه هتتنطر معاكي مع النطرة بتاعة الخلاط وانت بتشيليه فهتدلق. فبجد انا بجد اصطدمت يعني. طب تعالوا نشوف الكبة. الكبة فيها نفس المشكلة، يمكن الكبة كمان فيها مشكلتين مش مشكلة واحدة. اول حاجة الغطا بتاعها مش عاوز يركب، شايفين عامل ازاي؟ مش عاوز يركب، لازم تضغطي عليه كده بأقوى حاجة عندك علشان خاطر تقفليه، وبجد مش راضي يقفل. يعني الموضوع صعب جدا جدا، واستحالة تشتغل كده. لازم الكبة الغطا بتاعها يقفل وتتحط في مكانها يعني في الموتور،
علشان تشتغل. لو في حاجة في الاتنين فيها اختلال شوية مش هتشتغل. يعني انا حاولت ان انا اركب الفيشة وقلت مش مشكلة الغطا يخش جامد في المجرى بتاعته، فلقيت لقيت الكبة اشتغلت، ومن قوة الموتور الغطا اتزحزح من مكانه وراح متشيل، راحت الكبة راحت واقفة. فلازم يا جماعة كل حاجة تخش في تكة الأمان بتاعتها علشان يبقى فيه علشان الموتور يشتغل. تمام. وبعدين الغطا خلاص كده انا يئست منه، ايدي تعبتني، فحاولت ان انا اشوف بقى الكبه نفسها هتركب ولا لا. الكبه برضو هنركبها مع بعض، بس هي برضو تقيله تقيله. تابعيني لاخر الفيديو، انا هقولك ايه العيوب بالظبط وانا حلتها ازاي من غير ما اروح للصيانه. طبعا هنا بتخش بصعوبه جدا جدا، ف يعني شايفين صعبه، تقيله بجد، تقيلة وانك تشيلها من مكانها تاني برضو عايزة قوة كده. والحاجة بقى يعني ممكن تقع مننا واحنا بنستخدمها، ممكن تقع تتكسر عشان انت بتشديها بقوة كده. فبصراحة ما عجبنيش وليه تحفظ عليه، مع اني انا جبت حاجات كتير منهم كانت جميلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، بس يمكن الغلط غلطي انا علشان انا ما رجعتش على الحاجة. وطبعا هم لازم بيراجعوا على منتجاتهم طبعا قبل ما يعرضوها وينزلوها في المعرض بتاعهم. طب هنا كده الغطا مش عاوز يقفل، طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ انا حاولت ان اقفله بكل طريقة، معرفتش، بس هيتقفل معايا في الاخر، هو يتقفل معايا. بس عايز بقى يعني عارفين، عايز راجل كده يكون معاكي في المطبخ ويقفل لك الغطا ويفتحه. فطبعا ده شيء بيكون صعب يعني. بصوا انا هنا فتحته، عايزه قفلته بالغصب وعايزه افتحه اتعورت. طب عايزه اقفله تاني معاكم مش عارفه برضو تاني. فالموضوع بجد صعب يا جماعه. لازم تشوفوا الحاجه اللي بتجيبوها وتراجعوا عليها، ولو الحاجه تقيله كده اوعي تشيليها من مكانها. على فكره انا لقيت حل للمشكله اللي عندي دي، عشان طبعا انا الكبه دي او محضر الطعام ده انا اشتريته من 3 سنين. فلما اشتريته هم جربوا لي حاجه منه هناك وحطوا كل حاجه في الكرتون من غير ما تتجرب، وانا خدتها وجيت شلتها وسط الكراتين، ما فتحتهاش تاني، وبفتحها بعد 3 سنين معاكم علشان اصورها، فلقيتها ما بتقفلش. ولو انتوا هتلاحظوا في الفيديو بتاع ندى وهي بتعمل لكم ريفيو عن محضر الطعام ده ما كانتش عارفه تقفله. طيب هنا كده يعني انا برضو اتقفل كده بالعافيه وعايزه افتحه تاني، فالموضوع صعب خالص يعني. دي اصعب حاجه واصعب عيب انا شفته في المحضر ده، الغطا. يعني كلهم حاجات تقيله بس بتركب وهتتشال بخناق، هتتركبيها بخناق وتشيلها بخناق. لكن الغطا ده استحاله تركيبه، صعب جدا، انا تقريبا اتعورت تاني. فبجد صعب يعني. بس انا لقيت طريقة ان انا اعالج بيها الموقف، لاني لقيت ان هتعب كتير لو خدته ووديته الصيانة. اول حاجة الضمان بتاعه بيكون سنة، وهو موجود عندي بقاله اكتر من 3 سنين، فكده هو ملهوش ضمان. فاتصلت بالشركة قالوا لي مفيش اي مشكلة هاتيه، بس هتدفعي 100 جنيه كشف، ولو في حاجة يعني هتدفعي حقها. طبعا ده عيب صناعة، ده مش عيب مني خالص، ده عيب صناعة. وانا قلت لهم، قالوا لي برضه هتدفعي ال 100 جنيه اللي هو اللي هي الكشف. ايه المشكله؟ مش في كده، المشكله ان المشوار بعيد عليا. فانا مسكت كده الخلاط، حاولت ان انا يعني ابص له كده شويه، يعني انت ايه مشكلتك؟ يعني العيب فين؟ العطله جايه منين في المحضر ده؟ فلقيت ان في زوايد في البلاستيك بتاع المحضر. بصوا بقى، الموتور ما فيهوش مشكله، الجزء اللي هو عليه البلاستيك الاخضر ده، على فكره البلاستيك ده بيتشال عند الاستخدام وهو لونه سيلفر. فلقيت المشكله في الخلاط وفي الكبه، ان البلاستيك بتاعهم فيه روايش وفيه زوايد وفي حاجات مش راضيه تخليه يقفل. فانا جبت بصراحه مبرد كده بتاع الضوافر، وابتديت ان اشوف اي رايش موجود في الكبه، في الغطا بتاع الكبه او في الخلاط من تحت. فبريتها كده بمبرد الضوافر، وبصراحه يعني برد معايا شويه، والدنيا ايه سهلت شويه، والغطا قفل، والخلاط ما بقاش يعني تقيل قوي. ما بقاش تقيل قوي بقى ليه؟ لان انت كل ما بتستخدمي الخلاط
وبتخلعيه وتركبيه تاني. الجسم بتاع الخلاط اللي هو اللي عند الموتور ده هو بيوسع لنفسه، يعني الخلاط بيخش شحط كده او بيخش بصعوبة. فمن كتر ما انت بتستخدميه بتلاقي ايه، بينزل بودرة كده من العلبة بتاعة الموتور، فبيوسع لنفسه. فلقيت الحل يعني لقيته ايه، كل ما بستعمله او اجرب او كده لقيته هو ابتدى ينزل بودرة كده وبقى سهل شوية. قلت تمام، مع الاستعمال هيبقى سهل قوي يعني. ولكن الغطا اللي كان فيه مشكلة بتاع الكبة، فلقيت كده في الصنون اللي بتخش ببعضها عند الغطا واول الكبة، يعني القفلة بتاعة الكبة كده بتاعة الغطا، لقيت فيه روايش حايشة الباب الغطا يتقفل. فانا بردتها كده بالمبرد الضوافر، والحمد لله الدنيا مشيت والغطا يعني بقى كويس وبقى يغطي من غير صعوبة ومن غير اي حاجة. بس طبعا احنا مش مضطرين لحاجة زي كده، يعني هي لو حاجة زي كده انا مش هشيلها من مكانها. بس الفكرة ان انا ما شفتهاش او انا ما رجعتش على الحاجة وخدت الحاجة ومشيت، ولما جيت البيت ما رجعتش عليها وبرضو خدت الكرتونة شلتها وما اكتشفتش الموضوع غير دلوقتي. فلو انت هتجيبي بجد، لو هتجيبي النوع ده او هتجيبي اي نوع تاني، افتحي الكرتونة حتة حتة، كل تفصيلة فيها شوفيها، كل حاجة بتركب ركبيها واخلعيها وابتدي شوفي الدنيا فيها ايه. عشان لو حاجة فيها شرخ، حاجة فيها بلاستيك زايد، حاجة مش هتقفل، انت مش مضطرة ان انت تصلحيها بنفسك او تبري او توسعي او تعملي كل الكلام ده. يمكن انا عرفت اعمل ده لكن ممكن حد غيري ما يعرفش. هنا الغطا برضو كان لسه يعني مش عاوز يقفل ويفتح وكده. طبعا بعد ما خلصت الفيديو ابتديت اشوف ايه المشكلة، قلت بدل ما يعني اتعب واشيل الكرتونة واروح بيها وارجع وكده، فالحمد لله ربنا يستر لي الامر، وكانت حاجة بسيطة وشلتها. بس هو يعتبر برضو عيب صناعة، فلازم نخلي بالنا برضو لان يعني المكن بيغلط. ممكن تكون حاجة مش مقصودة من الشركة، بس احنا علشان ما خليناش بالنا. يعني انت لو موجودة وبتشتريها اكيد يعني، حتى لو فيها هفوة صغيرة هتقولي لا معلش، طب انا عايزة كرتونة غير دي او ده، لا كده بالنسبة لي في مشكلة. فهيسلموكي كل حاجة انت عاوزاها من غير اي عيوب. فخلي بالك ما تشتريش الحاجة على عماكي كده من غير ما تبصي فيها وتاخدي الكرتونة وتمشي. طبعا السعر بتاع محضر الطعام ده 3500 جنيه. ده السعر بتاعه كان من قريب جدا، من حوالي شهرين ثلاثة يعني، كنت سائلة عليه علشان اقول لكم على السعر. بيكون مكوناته بقى ايه، التكوين بتاع الكرتونة، بيكون فيه الكبة، بيكون فيه الموتور، بيكون فيه داخل الكبة سكينة استانلس للتقطيع، طبعا دي للكبة، وسكينة بلاستيك لعمل المايونيز، وكمان حاجة كده او آلة كده بتتحط علشان خاطر تعملي بيها الايس كريم، ودي جديدة. طبعا بقى لما العروسة بقى يعني ربنا ان شاء الله يتم بخير، هتستعمله معاكم وتصور معاكم وتشوف بقى يعني استعمالاته حلوة ولا الدنيا فيها ايه. وفي كمان الحاجات اللي هي بقى بتبشر وبتقطع لك حلقات بتقطع يعني حاجات مشرشرة، عارفين انتوا المخللات والحاجات دي، في سكينة لتقطيع الحاجات مشرشرة، تقطعها كده اوتوماتيك، هتدخليها جواها وتطلع لك كل حاجة واخدة نفس الشكل اللي انتوا عارفينه بتاع المخلل والبطاطس المشرشرة المزجزجة دي والحاجات دي. الخلاط السعة بتاعته رتل ونص، متوسط يعني، لا منه كبير ولا منه صغير، متوسط كده للعرايس. والميزة فيه هنا اللي انا حباها قوي ان الخامة بتاعة البلاستيك بتاعه شفافة، يعني بيضة ومدية كده على زهر شوية، هتبين اي حاجة ممكن تعمليها في الخلاط او في الكبة. لان انا عندي في اللبس زي ما قلت لكم فاميه، يعني الشفشق بتاعه اسمر والجسم بتاعه اسمر والكبه سمراء، يعني انا ببقى عايزه اصور بصراحه ما بعرفش لان اللقطه فيه مش حلوه، لان هو فاميه مش مبينه حاجه اللي جواه. ده ميزته بقى ان هو ايه، شفاف كده ومبين كل حاجه، وخاصه لو عروسه هتجيبه وبتحب بقى تطبخ وتتصور والكلام ده.